طبعا قبل ما نيجي نبدا ونعمل كومبوزيشن لازم تكون انت عارف الابعاد بتاعته ديت مبنيه على ايه. فطبعا هنا لما دخلنا على الكومبوزيشن سيتنج اللي مكتوب هنا الويدث اللي هو 1920 بكسل دوت العرض، والارتفاع هنا اللي هو الهايت 1080. المساحه ديت اللي انت شايفها كلها بالبكسل. فلما نيجي هنا نعمل مثلا ريكتانجل بالشكل ده، ونيجي طبعا نسنتر الانكر بوينت، ونيجي هنا تحت عند التايم لاين عند البوزيشن تدوس حرف البي، هتلاقي هنا طبعا هي محطوطه في السنتر والانكر بوينت هنا في النص. هتلاقي هنا السنتر بتاعه 960 للاكس اللي هو الافقي و540 للراسي اللي هو الواي. فاحنا عايزين نبدا دلوقتي نعمل كي فريم للنقطه الاولانيه، هنسميها مثلا النقطه A. تبدا هنا ونطلع في التايم لاين شويه لحد الاخر هنا وننقلها للنقطه B. فلما نيجي هنا نشوف الريكتانجل هنا بيتحرك ازاي، هتلاقي هنا بيتحرك من النقطه A للنقطه B زي ما احنا حاطين هنا. طبعا هي ماشيه بسرعه ثابته او خطيه. فهنا طبعا الكي فريم دوت اللي عملناه اسمه لينير كي فريم. السرعه هنا مبنيه اللي انت حطيت هنا المسافه في الكي فريم الاولاني بدايتها هنا ونهايتها هتنتهي هنا في الزمن اللي احنا حاطينه هنا اللي هما الثانيتين. فلما نيجي هنا نشوف السرعه بتاعه الشيب دي بتبقى سرعه البيكسل لكل ثانيه. طب انا دلوقتي مش عاجبني الشكل بتاعها وهي بتتحرك، حاسس ان هي بتتحرك بطريقه ثابته. وليكن مثلا اللي انا عايز اخلي الشيب دوت يبدا يتحرك من الصفر كسرعه، بعد كده يعلى شويه، بعد كده ينتهي بسرعه صفر. هنا هنخلي الكي فريم دوت اللي هو اللينير، بدل ما نخليه لينير احنا عندنا 3 انواع تانيين، عندنا الايزي ايز والايز ان والايز اوت. طيب دوت بقى نجيبه منين؟ انت ممكن تتعلم هنا على الكي فريم اللينير، تدوس كليك يمين وتيجي هنا عند الكي فريم اسيستنت، تلاقي عندك اهمت ال3 انواع بالشورت كاتس بتوعهم. وليكن تعالى هنا نجرب الايزي ايز ان، هتلاقي هنا عمل لك السهم ناحيه اليمين. ده معناه انها في البدايه هتبدا بسرعه، بعد كده تزداد شويه، بعد كده تقل لحد ما توصل للصفر زي ما احنا شايفين دلوقتي. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف اكتر ازاي احنا عرفنا السرعه بتاعتها ماشيه ازاي. لان انت ممكن تعلم عليهم بالشكل ده وتخش هنا على حاجه اسمها الجراف اديتور. طبعا انت ممكن ما تفهمش حاجه في الاول بس مفيش مشاكل. احنا دلوقتي عشان نعرف احنا فين، ده اسمه السبيد جراف. احنا دلوقتي عندنا نوعين، لما ندوس هنا كليك يمين عندنا هنا نوعين، عندنا يا اما الفاليو جراف يا اما السبيد جراف. تعال نبدا الاول بالسبيد جراف بما انه هو اللي ظهر الاول. طبعا انا قلت لك في الاول ان هي عشان نقدر نحسب السرعه احنا عندنا المسافه اللي هي بتقدر بالبكسل على الزمن اللي هو في التايم لاين، فهي بتظهر عندك بالشكل ده. طبعا هنا صفر معناها ان السرعه هنا بصفر، وزي ما قلت لك ان هي بادئه بسرعه فهي هنا مكتوب هنا السرعه 550 بكسل بير سكند. فزي ما قلت لك هي بتبدا بسرعه وبعد كده بتفضل تقل لحد ما توصل للصفر. لو احنا عايزين نرجعها زي ما كانت انت تدوس هنا كنترول وكليك شمال مرتين، مره والتانية كده رجعت دايت زي ما كانت. طب دلوقتي تعال نجرب الايز اوت، ندوس كي فريم اسيستنت وبعد كده الايز اوت، هتلاقيها مديه السهم ناحيه الشمال. ده معناه ايه؟ نخش هنا عند الجراف اديتور، هتلاقي هنا ان كي فريم في البدايه تبدا بسرعه صفر، بعد كده تفضل تزيد في الاخر هتقل شويه لحد اخر كي فريم بالشكل ده. ولكن لما نيجي هنا نجرب الايزي ايز هتلاقي هنا ان اتعمل لها الايز ان والايز اوت مع بعض، ان هي دلوقتي في البدايه هتبقى بصفر والنهايه هتبقى بصفر. فلما نيجي نشوف في السرعه هنا هتبقى هنا السرعه في اقصى حالتها بالشكل ده. طب حلو الكلام ده. طب بالنسبه دلوقتي للفاليو جراف، هو دلوقتي عباره عن ايه؟ تعال كده الاول نروح له، دوس كليك يمين، دوس على اديت فاليو جراف. الفاليو جراف دوت بيوضح لك القيمه بتاعه الكي فريم في ثانيه معينه. يعني احنا دلوقتي في الثانيه اللي هي صفر قيمه الكي فريم اللي هو البوزيشن بالنسبه للاكس، عشان احنا طبعا عندنا اكس واي، كانت ب 390 هنا هي بالظبط. طب لما نيجي ننقل بقى عند الكي فريم الثاني، نيجي نطلع هنا قدام شويه بقى بيتحرك معانا اهو، نوصل عند الكي فريم الثاني هنلاقي هنا قيمته بقت 1500 زي ما ظهر عندك هنا اهو. فاللي يفرق الفاليو جراف عن السبيد جراف، السبيد جراف زي ما احنا قلنا ان هو بيقيس السرعه بتاعه الشيب او اي اوبجكت عامه احنا حركناه او اي كي فريم عامه ادينا له فاليو مختلف فبيحسب لك السرعه بتاعتها. انما بالنسبه للفاليو هو بيعرض لك القيمه بتاعتها في الثانيه المعينه. يعني احنا دلوقتي ليه هنا اللون الاخضر اللي هو الواي اللي هو من فوق لتحت ليه هنا ثابت ما اتغيرش؟ لاننا ما غيرناهوش، هو ماشي بس خط افقي بالشكل ده. طب دلوقتي مثلا انا عايز اغير مكانه، نخليه هنا تحت شويه، بدا يظهر عندك دلوقتي ان هو في الفاليو جراف بتاع الواي بدا يتحرك، ان هو في الثانيه اللي هي صفر كان ليهم قيمه وبعد كده بعد ثانيتين بقى ليهم قيمه تانية. فلما نيجي هنا نرجعه لينير ونخش هنا على الفاليو، انا دلوقتي علشان اخليه مثلا يسرع شويه ويرجع تاني تبدا تعرفها منين؟ احنا دلوقتي لما نيجي هنا ندوس على الشورت كات بتاع اللي هو الاف 9، نيجي هنا نعمل زوم علشان تعرف هو امتى هيبدا يتحرك بسرعه ولا ببطء. شوف هنا الخط بتاعها، كل ما الخط بتاعها قرب يوصل ان هو فيرتيكال اللي هو راسي، يعني قرب يبقى زي رقم 1 مثلا، هتلاقيه يبدا سرعته تزيد. طب هتقول لي دلوقتي حلو الكلام، انا دلوقتي عايز ابدا اغير من السرعه بتاعته، يستحسن اروح لمين؟
طب احنا قلنا نغير في السرعه، يبقى نيجي عليهم كده ونخش على الجراف اديتور ونروح لسبيد جراف، نيجي نعلم عليهم نعمل مثلا ايز نبدا بقى ايه نغير في السرعه بتاعته. طبعا مش شرط ان انت تعمل ايز معناه انت تغير السرعه، انت ممكن تاخد مثلا اي كي فريم تطلعه وتنزله براحتك. يعني انت مثلا انا عايز دلوقتي اخليه كده يبدا بسرعه جدا في الاول، بعد كده يهدى شويه ويوصل لسرعه معينه في الاخر بالشكل ده. فانا ممكن ان هو يستحسن عشان بيبقى موضوع نظامي اكتر نعمل له ايز للاتنين كي فريم، نعلم عليهم وندوس F9. بعد كده مثلا انت تقدر دلوقتي تحرك السرعه وتقللها براحتك بالشكل ده، تكون بادئ بالصفر بعد كده يعلى وتوصل سرعه عاليه، بعد كده ايه ترجع للصفر تاني بالشكل ده. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل دلوقتي في فاليو جراف. هتلاقي هنا دلوقتي شكلها بدأ يتغير، الخط هنا كل ما يزيد كل ما يلانه قرب يوصل لخط رأسي طولي بالشكل ده. يعني مثلا هنا هوريزونتال اكتر، معنى كده ان هو كان بطيء، وبعد كده كل ما يطلع لفوق بالشكل ده الميلان بتاعه بيزيد اكتر، كل ما السرعه بتاعته تزيد في الثانيه ديت بالشكل ده. طب انت هتقول لي حلو قوي، طالما انا مديني قيمتين اقدر دلوقتي اغير من قيمه كل واحده فيهم. اقول لك صح، تقدر تغير من قيمه كل واحده فيهم، ولكن الثانيه بتاعت اكس لازم تكون متزامنه مع الثانيه بتاعت الواي. هتقول لي دلوقتي ليه؟ هقول لك دلوقتي ان الخط دوت ماشي في طريق مستقيم، الاكس بقيمه معينه والواي بقيمه معينه، عشان اقدر اغير من قيمه واحده فيهم في الزمن بتاعها هتبدا تخليهم منفصلين من خلال ان انت تيجي هنا عند البوزيشن مثلا وتعمل هنا حاجه اسمها سيبريت دايمنشنز. طبعا هي هترجعها لك تاني لينير زي ما كانت، لانك لو رجعت بالجراف اديتور لورا هنا هتلاقيهم متقسمين كل واحده لوحدها. وليكن مثلا ان احنا دلوقتي هنعملها ايز تاني بالشكل ده، ونخش على الجراف اديتور على السبيد جراف ونرجعها مثلا لورا بالشكل ده. نخش هنا على الايديت فاليو، انا دلوقتي بقدر ان انا احرك القيمه بتاعه الاكس بحيث تكون في ثانيه مختلفه عن الثانيه بتاعه الواي. بس لما نيجي نجرب دلوقتي بالشكل ده، شايف ايه اللي حصل لها؟ اخدت كيرف المسار بتاعها بقى مختلف. نيجي مثلا نغير الواي ننزلها تحت بالشكل ده، فهي طلعت لفوق فبقت عندك بالشكل ده. طب انا دلوقتي مش عاجبني وعايز ارجعهم زي ما كانوا، انت ممكن تدوس هنا كليك يمين وتلاقي هنا عند سيبريت دايمنشنز تشيل الصح من عليها. ولكن لما نيجي نعمل كده هتلاقي كي فريم هتلاقيهم رجعهم تاني متزامنين مع زياده كي فريمات من عنده، اللي هو دلوقتي بقى عندنا 3 نقط اللي هو بدا بقيمه معينه، بعد كده اول ما وصل هنا طلع لفوق شويه. لما نيجي هنا نرجع تاني دوت اللينير بالشكل ده سرعته ثابته، وده الايز اللي احنا كنا عاملينه، ودوت هنا بقى ايه اخر واحده هنا اللي هي فوق دي سرعتها احنا مغيرينها بنفسنا. دخلنا هنا على طول على السبيد جراف، وطبعا انت ممكن تعمل هنا اوتو سيلكت جراف ان هو يختار لك هنا ما بين الاثنين حسب انت الشغل اللي انت بتعمله. طب هتقول لي دلوقتي انا يفيدني ايه لما انا اجي عند البوزيشن اللي انا افكه واخش دلوقتي على الايديت فاليو ونبدا نعدي عليه براحتنا؟ اقول لك في اوبشنات احنا ممكن نعملها واديك معاه بمثال. تعال نجرب دلوقتي مثلا ان احنا نعمل الباونس دوت. تعالى كده نشيل الكيفريمات دي كلها نسنطرها كده في النص في مكانها، ونخش هنا على البوزيشن ندوس حرف البي نعمل كي فريم، نخلي بدايتها مثلا تبقى فوق ونخلي الكي فريم دوت عند الثانيه صفر، وبعد كده نطلع قدام شويه ننزلها تحت بالشكل ده، وبعد كده هناخدها كوبي ونطلع قدام شويه ونعمل لها بيست هنا وناخد لهم برضو كوبي ونطلع نعمل بيست. كده كفايه. اهم حاجه نتاكد ان هي لما تيجي تنزل هتنزل على الارض تحت مش هتنزل فوق. طب انا ممكن دلوقتي هنا اعلم عليهم ونيجي هنا عند السيبريت دايمنشنز ونبدا نفكهم، نخش هنا عند الايديت فاليو ونعلم هنا على الواي بوزيشن اللي هو باللون الاخضر، هتلاقي هنا عمل لك بوكس. البوكس دوت تقدر تظهره من الاوبشن اللي تحت ده اللي هو شو ترانسفورم بوكس، تبدا تعلم عليه طبعا الالت عشان نحدد جزئيه معينه نبدا نحركها هنا براحتنا، والشيفت عشان لما نيجي نطلع بثبات بالشكل ده ونخليه فوق كده بالشكل ده. فلما نيجي هنا دلوقتي نشوف بدا ينط في الاول وبعد كده النطات اللي بعدها بتبقى اقل من كده عشان دلوقتي هي واضحه قدامك في الايديت فاليو. طيب انا دلوقتي انا مش عايز اسيبها تتنطط بالشكل ده في مكانها، انا عايز احركها مثلا من الشمال لليمين. تيجي هنا عند الاكس بوزيشن تشيل طبعا الكيفريمات ديت عشان خلاص ما عادش ليها لازمه، تدوس ديليت وتيجي هنا عند القيمه الاولانيه تخليها ناحيه الشمال بالشكل ده، وتيجي هنا عند اخر كي فريم وتنقلها الناحيه الثانيه، هتلاقي هنا بقت مرسومه عندك بالشكل ده. لما نيجي هنا نشغلها طبعا انا دلوقتي هي مش عجباني اللي هي ماشيه بالشكل ده، حاسس ان هي بتقطع. طبعا انا ممكن هنا نعلم عليهم كلهم ونيجي هنا عند الايز او ندوس F9 بالشكل ده، هتلاقي هنا بقى بقت عامله لك كيرف بالشكل ده. نيجي هنا نشوف بقى عند الايديت فاليو تلاقي بقت اخده كلها كيرف بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عايز اغير في سرعتها، بدل ما تبقى بالشكل ده نخليها مثلا اسرع شويه. طبعا مش هنبدا احنا نغيرها من هنا، يستحسن انت تروح للسبيد جراف بما انك هتتعامل مع السرعه بس مش هتتعامل مع الفاليو. هنيجي هنا بما انك عايز تخليها تنطط مثلا اسرع شويه في الاول، تيجي تعلم على الواي بوزيشن بس تبدا ترجعها لورا بالشكل ده،
تبقى عامله بالشكل ده. طب انا دلوقتي عايز اخلي الاكس بتاعها يمشي مثلا بسرعه، نعلم على الاكس ونرجعها مثلا لورا بالشكل ده. فدلوقتي تعالوا نخش على الفكره اللي بعدها وناخد دلوقتي اللي انا عايز اخلي الشيب دوت يتحرك مثلا في مسار دائري بالشكل ده، انا اللي مخصصه. طبعا هنشيل طبعا الكيف مات دي كلها ونبدا نجرب دلوقتي مع نفسنا. طبعا في اكتر من طريقه انت ممكن تعملها. انت ممكن تعمل متعارف، يعني انت تعمل هنا كي فريم في الاول، تطلع في الزمن شويه، بعد كده تحركه هنا شويه وتطلع شويه، بعد كده تحرك كده وشويه وكده لحد ما ترجع للاخر. ممكن مثلا ناخد الفاليو بتاعت الاولانيه ونحطها هنا بالشكل ده، هي تمشي معانا بالشكل ده. انا دلوقتي طبعا مش هيعجبني ان هي ماشيه في طريق مستقيم كده، عايز مثلا اخليها كيرف. انت هتيجي طبعا عند البين تول، طبعا عشان هي ماشيه باس او في طريق معين خط، انت ممكن تعدي عليه بالبين تول، هتتعامل عليها معامله اللي انت بترسم شكل عادي بالشكل ده، نفس المعامله برضو. فانت ممكن تيجي هنا وتيجي هنا بالبين تول وتقف عند الباس اللي انت عايز تعدل فيه وتخليه مثلا كيرف، تعمل هولد كليك شمال وتسحبه بالشكل ده. كل واحده تعملها بنفس الطريقه، فانت هتلاقيها ماشيه معاك بالشكل ده. طب دلوقتي انا حسيت ما بين الكفريمين دول في الثانيه ديت كانت ماشيه بسرعه، بعد كده بدات تبطئ، بعد كده بطئت قوي، بعد كده سرعت شويه. انا دلوقتي مش عايز الموضوع ده يحصل. ايه الحل بتاعه؟ اللي انت دلوقتي ممكن تعلم على الكفريم اللي في النص، دوس كليك يمين، وبعد كده هتلاقي حاجه اسمها روف اكروس تايم. لما نيجي ندوس هنا هتلاقي الكفريم متحرك من مكانه بحيث السرعه تبقى على اساس الكفريمين دول ما لهمش علاقه، دول يتحط فيهم الفاليو او القيمه بس، انما السرعه بتاعتها بالنسبه للوقت تتحسب على الكيفريمين دول بس. فلما نيجي دلوقتي نشغل تلاقيها دلوقتي ماشيه في الخط بتاعها بسرعه ثابته. ولما تيجي تعدل الزمن بتاعها ما بين الاثنين، لو انت دوست على واحده منهم وسحبت هتلاقي الباقي سحب معاها برضه بالشكل ده، عشان هي جايه تحافظ على القيمه بتاعتها بس، ملهاش علاقه بالزمن، دول اللي يتعدلوا بالشكل ده. ولو انت جيت علمت عليهم ودوست F9 بالشكل ده هتلاقيها برضه نفس الطريقه. لما تيجي تخش عليهم في الجراف اديتور هتلاقيهم برضه محافظين على القيمه بتاعتهم وما لهمش دعوه بالسرعه او الزمن بتاعها. انت ممكن دلوقتي تعدلها براحتك بالشكل ده وهي ملهاش دعوه. طيب هل ديت الطريقه الوحيده علشان اعمل مثلا كيرف بالشكل ده؟ اقول لك لا، مش شرط. تعالى كده نمسحهم، نعمل مثلا شيب تاني وليكن اليبس. ممكن تجيبها من هنا او تدوس حرف الكيو، وتعالى نعمل واحد تاني. ممكن تيجي عند الفيل تشيله عشان احنا مش محتاجينه، احنا محتاجين بس الباص اللي اترسم فيه، وتنزل هنا عند الكونتنت اليبس والاليبس باس، تكونفيرت الاليبس دوت نخليه باص عادي، وبعد كده تاخد الباص ده كوبي كنترول سي، ونيجي عند البوزيشن ناخده كنترول في، تلاقي هنا رسم لك الطريق بتاعه زي ما كان في الشيب اللي احنا كنا عاملينه. طبعا احنا دلوقتي ما عدناش عايزينه، ممكن نخفيه هنا. نبدا نجرب نشوف. بقى دلوقتي ماشي في دايره برضو زي ما انا قلت لك. لو انت عايز تعدل عليها ممكن تيجي هنا ننزل الشكل ده وهتلاقيه يتحرك زي ما انت عايز. طبعا في طريقه تانية، مش لازم تعمل مثلا دايره او مربع. عايز مثلا ارسم طريق بالبين تول واخد الباص بتاعه وانقله، نمسح برضو تاني ونمسح الرسمه اللي احنا كنا عاملينها. نيجي عند البين تول ندوس حرف الجي، نرسم زي ما احنا عايزين كده اهو، نرسم زي ما احنا عايزين. عايزه تمشي فين؟ عملنا طريق طويل. نخش هنا عند الكونتنت الشيب، تنزل عند الباص نفس الكلام، تاخد الباص هنا كنترول سي وتيجي عند البوزيشن كنترول في، لا عمل لك الطريق ده كله بنفسه. نيجي نحركه بقى ماشي زي ما انت عايز. طبعا في اكتر من طريقه اللي انت تعدل بموضوع الكيفريم ده براحتك. انا دلوقتي مثلا عايز احركها تاني من نقطه A للنقطه B، بس انا مش عاجبني موضوع ان انا لما اجي اعمل ايز ونرجعه لورا، مش عاجبني اللي هي لما تيجي بتوصل بنفس السرعه اللي هي متعلمه هنا. عايز اخليها مثلا تبقى سريعه في الاول بعد كده تبطأ مره واحده. ممكن هنا نعمل كيف هنا في النص ونخليه لينير كنترول وكليك شمال، وبعد كده ننقله قدام شويه بالشكل ده، تلاقيها بقت نقله معاك بالطريقه دي. ولما نيجي نخش على السبيد جراف هتلاقيها هي عامله بالشكل ده. او ممكن اللي انت تخلي زي ما هي كده وتمد دي لقدام، هتلاقيها دلوقتي اول ما تيجي هتاخد هي السرعه بتاعتها، واول ما تعدي على اللينير هتبدا تمشي بسرعه ثابته بالشكل ده. طيب تعالى دلوقتي نروح على فكره تانية. انا دلوقتي عايز اخلي الكيفريم دوت في النص وعايزين نخليه كله ايزي ايز بالشكل ده. انا دلوقتي لما نيجي نخش على السبيد جراف هتلاقينا طبعا السرعه بتبقى صفر، وتدوس عند الكيفريم الثاني بتبقى السرعه صفر. طب انا دلوقتي طبعا مش عايز كده. انا دلوقتي ممكن عشان نحل الموضوع وبدل ما نخليها توصل عند مثلا في النص هنا توقف، انا دلوقتي انا عايزها تفضل مكمله شويه. تعلم عليها كليك يمين وتروح عند حاجه اسمها كيفريم فيلوسيتي. دي وظيفتها ان هي تخلي الانكمنج اللي هو في الدخول يكون سريع، والاوت جوينج اللي هو في الخروج برضو يكون بسرعه معينه. زي ما قلت لك هنا السرعه بتاعتها بتبقى بيكسل كل ثانيه. علشان نقدر نحقق الموضوع ده ندوس هنا على كونتينوس، وبعد كده ممكن نزود سرعتها شويه ونخليها هنا مثلا 300. لما نيجي ندوس اوكي هتلاقيها هنا ما وقفتش خالص. طب انت دلوقتي لو انت مش حاسس ان هي وقفت خالص،
انت ممكن تروح عند السبيد جراف بالشكل ده، هتلاقي هنا الكي فريم بتاعها بقت 300 زي ما احنا عملناها. طبعا انت عايز تخليها مثلا اسرع من كده، ممكن تطلعها لفوق اكتر وتلاقيها بالشكل ده. ممكن عشان مش باينه معاك اكتر ممكن تعلم عليها وتطلعها لقدام. عايز ترجعها زي ما كانت ممكن تخش هنا عند الكي فريم وتنزلها تحت لحد الصفر وترجع زي ما كانت تاني، ولا كأنك عملت حاجه. طبعا اخر حاجه معانا في الفيديو ده، لما نيجي هنا ندوس كليك يمين في حاجه اسمها توجل هولد كي فريم. ديت عباره ان انت لما توصل للكي فريم اللي انت معلم عليه دوت واخترت الخيار دوت، اول ما يوصل له يوقف اللي بعديه. نيجي هنا نجرب، كليك يمين دوس هنا على التوجل، تلاقي هنا بالظبط لما كان هنا في ايز كان في هنا سهم اتقفل هنا، وطبعا اللي بعديه هتلاقي هنا بقى لونه بهتان اكتر عشان هو اتلغى. نيجي هنا نجرب بالشكل ده، وبعد طبعا ما يعدي المسافه هنا طبعا مش هيبقى فيه هنا انيميشن خالص. لما نعدي هنا نوصل الكيف من اللي بعده لا للحته اللي بعدها. دي ممكن طبعا تفيدنا في ايه؟ اللي انا دلوقتي لو انا عايز اخليها توصل لهنا ومش عايز هنا اي انيميشن يحصل، ولكن انا عايز اخلي بدايتها في حته تانية خالص. يعني دلوقتي لو اتنين بنفس القيمه مش هتتحرك، وقفت عشان الاتنين بنفس القيمه مفيش حاجه هتتغير. طب لو في حاله هنا ان في هنا قيمه تانية هتظهر وتتنقل هنا، وانا مش عايز يبقى في هنا انيميشن، هنا بتيجي بقى هنا وظيفتها انت تدوس عليها كليك يمين وتعمل التوجل تبقى معاك بالشكل ده. وبس كده انا شرحت لك الادوات، وطبعا انا بقى سايبك بقى تعمل الافكار اللي انت عايزها. عايز تعمل له ستروك ويمشي وراها في نفس الباص، عايز تكمل الباونس للاخر، عايز الكي فريم يكمل وما يخلص يبطأ براحته، انت ممكن تمد الكي فريم للاخر وتظبط انت في السبيد جراف براحتك، تعمل انت كل اللي انت عايزه. وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.